بدون بيض نقدر نحضر معجنات طرية ولذيذة جدا، كلها حاجات من البيت. كمان الكمية حلوة قوي، وكل ده ب4 كوبايات من الدقيق. ضفت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان معلقة كبيرة من السكر الأبيض، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هضيف كوباية من الزبادي، علبة الزبادي المقاس العادي، وهكمل عجن بالحليب الدافي. نقدر نستبدلهم باللبن الرايب، نقدر نعجن باللبن الرايب، لكن ما ينفعش نعجن بحليب بس. لو عجننا بحليب بس العجينة هتكون معانا ناشفة، النتيجة مش هتكون حلوة. فهنا ضفت زبادي ومعايا كوباية من الحليب الدافي، بضيفها بالتدريج شوية شوية وبعجن. ما نتسرعش ونضيف الكوباية مرة واحدة علشان ما نلاقيش ان العجينة تحتاج دقيق تاني ونزود، لان مش كل دقيق زي بعضه. هنا العجينة اتلمت معايا بكوباية الحليب الا معلقتين تقريبا. تقدروا تستعملوا طبعا على حسب الدقيق اللي انتوا بتستعملوه، ممكن تحتاجوا حليب اكتر، ممكن تحتاجوا حليب اقل، على حسب. بعد ما لميت العجينة ضفت عليها معلقتين كبار من الزبدة وعجنت. واحنا بنعجن العجين بالزبدة نلاحظ ان هو لزق شوية، ما نقلقش خالص، ما نتسرعش ونضيف دقيق، هو هيتلم معانا وهيرجع يتماسك تاني. العجينة بتكون طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق. هسيبها في البولة وهغطيها في مكان دافي، هتاخد نص ساعة لساعة على حسب الجو. وهنا معايا معلقتين كبار من الزبدة، ضفت عليهم معلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة مليانة من القرفة. نقدر نستغنى عن القرفة لو مش بنحب طعمها يعني، بس طعمها كان حلو جدا، كمان ريحتها وهي في الفرن كانت تحفة. اقلبهم مع بعض لحد لما نوصل للنتيجة دي. وهنا العجينة معايا كانت اتخمرت، خدت حوالي تقريبا ساعة الا ربع. خدت العجينة دلوقتي وهقسمها نصين. انا ضفت معلقتين كبار من الزبدة في العجينة نفسها. نقدر نستبدل الزبدة دي بزبدة على زيت، نقدر نستبدلها بزيت بس، نقدر نستبدلها بسمنة على حسب الموجود عندنا. لكن الزبدة اللي احنا حضرناها مع السكر والقرفة دي نستعملها في فرد العجين، دي اساسية. هاخد دلوقتي نص العجينة مع رشة دقيق كده تحتها بقى على الرخامة او مفرش سيليكون زي كده، وكمان رشة بسيطة على الوش عشان تسهل معانا الفرد. وهفردها كده يمين وشمال. هحاول ان انا افردها مستطيل كبير بسمك رفيع، ما تكونش تخينة خالص، عاوزة يكون سمكها رفيع بس مش رفيع لدرجة ان هي تتقطع. تمام كده. بعد ما فردت العجينة على شكل مستطيل، هاخد خليط الزبدة اللي احنا حضرناه ده وابتدي افرده على العجينة، واحاول طبعا ان انا اوزعه بالتساوي. وبالمناسبة نص العجينة خدت معلقتين الزبدة والسكر والقرفة اللي احنا حضرناهم، يعني نص العجينة التاني انا هحضر له كمية تانية. تقدروا طبعا تعملوا نصها بالقرفة والسكر، وتقدروا يعني تعملوها بأي حشو تاني لنص العجينة التاني. بعد ما فردت أو وزعت كويس الزبدة بالسكر والقرفة، تنيت العجينة 2 واتأكد ان هما نصين فوق بعض بالظبط زي كده، بيبقى مستطيل اصغر شوية. وهبتدي ان انا افردهم كمان شوية. لو حصل تنيات في العجين زي كده ما نقلقش خالص، كل ده بيتدارى. المهم ان هو يكون سمكها رفيع ونتأكد ان النصين مظبوطين فوق بعض بالظبط. بعد ما فردتها كويس ابتدي اقطعها شرايح طولية بقطعة البيتزا بالسكينة ايا كان، بس نحاول طبعا على قد ما نقدر ان هي تكون مقاس واحد. واخد بقى شريحة من دي وابتدي ان انا اشكلها. ببتدي امطها كده بايدي مطة بسيطة والفها شوية، يعني بيبقى شكلها زي الحلزون اهو زي كده اهو. ببرمها وبعد كده بلفها على نفسها تبقى شكل وردة. مفيش اسهل ولا اسرع من كده اهو. سهلة جدا وبسيطة. وطبعا نكون مسخنين الفرن على اعلى درجة حرارة. المعجنات لازم تدخل على درجة حرارة عالية علشان ما تاخدش وقت في الفرن وتنشف. حاجتين ممكن يخلوا معانا العجينة ناشفة، ان هي ما ترتاحش كويس او تتخمر كويس، او ان الفرن يكون حرارته مش عالية كفاية، فالمعجنات هتاخد وقت اطول في الفرن فهتنشف.
ما نقلقش خالص ان احنا نعمله على درجة حرارة عالية. لو احنا مخمرين العجينة كويس مش هتاخد وقت في الفرن وهتكون مستوية. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. دي نص كمية العجين، هاخد بقى النص التاني واعمله بنفس الطريقة. بالنسبة للحشو اللي احنا حشينا العجينة بتاعتنا، وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، زبدة وسكر وقرفة. تمام كده. نقدر نستبدل الحشوة دي بالجبنة، اي نوع جبنة حابينه، سواء مالحة او لا. ممكن جبنة كيري، كمان ممكن ندهنها بصوص شوكولاتة سبريد، حلاوة سبريد، ممكن زبدة لوتس، ممكن زبدة فول سوداني، ممكن نكهات كتير جدا. ممكن كمان ندهنها مربى بأي نكهة نحبها. نقدر نلعب فيها بالطريقة اللي احنا حابينها، بس دي أبسط حاجة. حاجات في البيت، في البيت سكر، طبعا قطعة الزبدة دي أساسية. أنا قلت في فرد العجينة الزبدة أساسية، لكن في العجينة نفسها في العجن نقدر نستبدلها بزيت أو سمنة. القرفة كانت مديالها طعم حلو قوي وريحة تحفة. وطبعا انا حاطه على فكرة كمية بسيطة من القرفة، نقدر نزودها اكتر من كده لو احنا حابين النكهة تكون قوية. شكلتها بنفس الطريقة، ودي الصينية التانية. انا بسيب العجينة ترتاح، مش بخمرها تاني، ترتاح حوالي 10 دقايق بس مش اكتر. هنا معايا ربع كوباية من الحليب، ضفت عليهم نص معلقة صغيرة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، وقلبتهم مع بعض كويس. وهبتدي اخد منهم بالفرشة وهدهن وش المعجنات. نقدر نستبدل نص المعلقة الصغيرة القهوة سريعة الذوبان بصفار بيضة. نقدر كمان نستغنى عن كل حاجة وندهنهم بالحليب بس النسكافيه هنا او القهوة بتديلها لون حلو قوي. وبعد ما دهنتهم رشيت شوية على الوش من السكر، بتديلها كده كرملة حلوة قوي في الفرن وطعم تحفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوا نوع المعجنات ده. كانت طرية ولذيذة جدا. ما تنسينيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعة للصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.